الاتصالات السنه دي كنت انا في الاتصالات عشان تعرف برضه ان هي حسابات، هي لها حسابات. كنت انا في الاتصالات واحنا بننافس على الهبوط. المفروض هنلاعب الاسماعيلي فين؟ في بنها. خلاص وده ملعبنا وخدناه وقبلها ملاعبين المقاولين وكسبانين، فاحنا لازم نكسب الاسماعيلي او نتعادل عشان نقعد يعني في الدوري. جاء امر من اتحاد الكوره تنقل الماتش من بنها لاستاد الكليه الحربيه عشان الاسماعيلي يكسب عشان يلعب ماتش فيصل مع الاهلي. لا دي بس دي بتقول ايه يا معلم؟ ايوه انا بتكلم ان كل حاجه لها حسابات يا ابراهيم. مين اللي قال ايه؟ لا استنى يا فيتو، انت بتضحك على ايه؟ والله العظيم ما هو فتح الله كان ساعتها في الزمالك وانا كنت بقول لك في الاتصالات. انا بتكلم ان في حسابات للماتشات والانديه يعني كانوا بيسهلوا بقاء الاسماعيلي، عايز تقول؟ لا مش بقاء، بقاء. عشان كان هينافس على الدوري مع الاهلي. لا اشرحها لي بقى تاني كده، عشان انت بتقول حاجه يا معلم كده ما تعديش. ما انا بقول لك بقى عشان لعبت انا في الاتصالات. استنى بقى يا فيتو، استنى يا فيتو. كان ساعتها كابتن حسام ماسك الاتصالات. عندنا هنلاعب الاسماعيلي والاسماعيلي لازم يكسب عشان يلاعب الاهلي الماتش الفيصل على الدوري. حلو. والماتش ساعتها كان المفروض يا كابتن عماد ملعبنا ملعب بنها. راح ناقلين الماتش من بنها عشان نلعب في استاد الكليه الحربيه، واحنا اصلا ملعبنا واخدينه بنها عشان خاطر يدوا بقى ملعب احسن، تلعبوا في مباراه في ملعب احسن. لا مش مباراه في ملعب احسن. يسهلوا الدنيا شويه. عشان ايه؟ يسهلوا الدنيا شويه. يسهلوا الدنيا شويه للاسماعيلي. طبعا انت مسؤول على الكلام اللي انت بتقوله جدا. ما انا نزلت السنه دي، ما الماتش ده نزلني. مش نزلت عشان انت لعبت وحش يمكن. لا ما لعبناش فاكر الماتش. لا ما لعبناش وحش. كان في قرارات تحكيميه ضدكم في الماتش ده كتير. انت مسؤول عن الكلام انا اللي انت مسؤول بتقوله جدا على على حاجه. يرضيك اللي بيحصل ده يا شيخ حسني؟ انا مسلم